نتعلموا بعض مصطلحات علم محاسبة الزكاة. المصطلح رقم 1 هو الموجودات الزكوية. الموجودات كما نقولوا كلمة موجودات يعني أشياء يملكها الإنسان. زكوية يعني تخضع للزكاة. فالموجودات الزكوية هي الأموال اللي يملكها المزكي وتخضع للزكاة. يقابلها الموجودات غير الزكوية، يعني الأشياء اللي يملكها المزكي وهي ما تخضعش للزكاة. المصطلح الثاني هو المطلوبات الزكوية. المطلوبات يعني الديون، وزكوية يعني نجم يطرحها من وعاء الزكاة. فالمطلوبات الزكوية هي الديون اللي نجم المزكي يطرحها من وعاء الزكاة. يقابلها المطلوبات غير الزكوية، يعني الديون اللي هي موجودة على المزكي صحيح، لكن المزكي مش مسموح ليه باش يطرحها من وعاء الزكاة. المصطلح اللي بعده وعاء الزكاة. وعاء الزكاة هو الموجودات الزكوية النحو منها المطلوبات الزكوية، يعني الأموال الصافية اللي هي خاضعة للزكاة. سعر الزكاة ولا نسبة الزكاة هي النسبة اللي نزكيوا عليها، اللي هي ربع العشر 2.5%. مقدار الزكاة هو المبلغ اللي لازم يخرج زكاة، نتحصلوا عليها لما نضربوا وعاء الزكاة في نسبة الزكاة، هذاك يعطينا مقدار الزكاة، ولا باختصار الزكاة الواجبة. محاسب الزكاة هو الإنسان اللي يقوم بعملية احتساب الزكاة بهذه المصطلحات هذه الكلها.